ما جربش مولو كأن في حاجه حصلت في الدنيا. كل الفود بلوجر دلوقتي مولو طلع بره طنطا، فكل الفود بلوجر بره عاملين يكربوه وكله جامد جامد جامد. حاسس اللي يعني ما جربش مولو كانه فات نص عمره، ومحدش قال ان في غلطه واحده فيه. بس انا لقيت عرض ب 190 جامد، قطعتين فراخ وبطاطس وعيش وكمان برجر مكون من قطعتين. فيلا اول حاجه كده ندوق بس ليه الفراخ كده. واحجام الفراخ ممتازه، يعني انا بالنسبه لي احجام الفراخ كبيره. بسم الله. القرمشه ممتازه، جوده الفراخ ممتازه، بس انا كنت طالب الفراخ عاديه جت سبايسي. بس السبايسي بتاعهم عالي قوي، بس سبايسي مش طاغي قوي على طعم التتبيله بصراحه. الفراخ يعني مولو يعتبر من انضف الاماكن اللي انا اكلت فيها فرايدي تشيكن، ممتاز حرفيا. بالنسبه للبرجر ده بقى في قطعتين محترمين جدا، يعني ادي واحد اتنين، وكميه جبنه وصوصات محطوطه بصراحه فوق الواو. والعرض ده ب 190. مش هقول لك انا عملت ايه في البرجر او طعمه ايه. بص انا يعني نسيت ان انا بصور، نسيت انا بصور وكلته كله. فاضل الحته دي مستني اقول لكم كلمتين عشان احطها في بقي عشان من اجمد الاماكن. يعني ده تاني مكان، انا في مكان اولاني اعمل لكم فيديو عنه، تاني مكان اكل عنده فراخ واحس بتتبيله مختلفه غير الباقي كله. يعني ايه، عبيله واديله بالمعنى الاصح، بس ده حاجه مختلفه جدا عن انا اكلتها. انا متشوق ان انا اعمل مقارنه ما بينه وما بين بازوكا وهارت اتاك. الراجل ده هيكتسح معاهم جامد قوي والله، واسعاره ممتازه. الحته دي تتعمل كده، تدخل كده بقى. عايزين نحاول نعمل سندوتش زي السندوتش الجامد بتاعهم ده. فده توميه حاره وتوميه عاديه، فاحنا نعمل كده، نعملها تقيله قوي كده، مش عايزين نتقل بس عشان اصلا الفراخ حراقه. زي كده ايه، مع البطاطس بتاعتهم اللي هي ايه، يعني محتاجه تعديل عليها 6 7 8000 مره. وبعد كده بقى نقفل ونقول بسم الله. بتاعتهم ممتازه، فاحنا ممكن لو هما بيبيعوا جبنه نجيبها ونعمل احنا البرجر ده.